اللي جيت نهضر فيه هو على السحر. حماتي زعما تقدر تكون دارت لي مثلا شي سحر حساب عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. شي الانسان اللي كيدير السحر الا ما لقاش لما لقاش الجزاء ديالو هنا في الدنيا اكيد غادي يلقاه في الاخره. ربي يمهل ولا يهمل، يمهل فقط ولكن ما كيهملش. اكيد اللي دار شي حاجه غترجع ليه بالاضعاف والاضعاف والاضعاف والمضاعفه ديال داكشي اللي دار، يا كانت زوينه يا كانت خايبه. قالت لي واحد الوحده في التعليق، قالت لي راه صوبات لك الاكله ديال الضباقي بغات تقول لك ولدي والله ليك لا باقي. اهلا وسهلا بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في صحه جيده وانتم كتشوفوها. فيديو ما عمرني ما درت بحالها، اول مره غادي تكون في القناه. غادي نهضر هكا وغادي نجاوب على المساجات، على التعاليق ديالكم، ماشي المساجات ديالكم، التعاليق ديالكم البنات. كنت بغيت نجاوب في فيديو قصير ولكن بان لي انا الفيديو القصير ما غاديش يقدني في الهضره، داكشي علاش درت فيديو هكا في اليوتيوب وغادي نهضر فيه هكا واحد شويه، وغادي نهضر اون جينيرال ماشي غير ليا انا، يعني هذا الموضوع هذا غادي نعمم فيه واحد شويه. بالنسبه للموضوع غير من العنوان غادي تعرفوا شنو هو. اخر فيديو ماشي اخر فيديو، تقريبا من الاواخر ديال الفيديو اللي حطيت انه حماتي كانت صيفطت لي الغدا وكتبت لي السميه ديالي في هذاك البوكس ديالي والسميه ديال راجلي في البوكس ديالو. علاش؟ لانه انا كناكل اشياء وهو ما كياكلهاش، وحنا هادشي متعودين عليه زعما منين كنا زعما من اول ما تزوجنا زعما هكا عادي جدا. حتى في الدار هكا مثلا تقدر هكا تخلي لي غير الصحن ديالي في الثلاجه تكتب عليه اميمه باش حتى شي واحد ما يقيسو، ولا مثلا كان هكا مثلا خو راجلي مثلا تكتب السميه ديال خو راجلي باش حتى شي واحد ما يقيس انه هذا ديال فلان. فهمتوا؟ هاد القضيه ديال السميه عادي جدا. بزاف ديال الناس جاتهم ماشي طبيعيه انك تكتبي السميه ديال الشخص هكا، وبزاف ديال الناس زعما انتقدوا. كيقول لك حقا المهم انا راه كتبت هكا بعض الاشياء لانه التعليق كيتكرروا بزاف، واللي كيكريتيكيو على التعاليق حتى هما بزاف. المهم كاين اللي كتقول لي انا ما ناكلش الاكل ديالها زعما على حماتي، كاين اللي كتقول لي انا غير نشوف الصحن زعما مكتوبين فيه الاسماء نبادل، زعما مثلا السميه ديال الصحن اللي فيه السميه ديال راجلي انا ناكلو، الصحن اللي فيه السميه ديالي نعطي ليه زعما باش لا كانت فيه شي حاجه. وهذا الموضوع كامل كيهضر على السحور، حقا غدير لك السحور، حقا سحاره، حقا هادي. كاين اللي كيقول لك القضيه فيها ان زعما فيه ان داكشي ديال السحر، دونك ما كان زعما هكا فيه السحر ما تكتبش الاسماء وماشي هادي. علاش دابا كيهضروا هاد الهضره؟ لانه هما ما عارفينش، فهمتوا؟ ويقدروا هما طاحوا هكا مع شي ناس او لا عاشوا حياتهم مع شي ناس زعما ما زوينينش، داكشي علاش كيشوفوا داك المحيط ديالهم او داك الوسط ديالهم شنو كيدير، فكيسحب لهم ان الناس كاملين كيسحروا. واللي كتقول لك زعما هكا كاين تعاليق ايجابيه وكاين تعاليق سلبيه. المهم حنا خلينا في السلبيه هما الاولين، عاد غادي ندوزو للايجابيه وغادي نقول لكم هكا بزاف ديال الاشياء صراحه زوينه عجبوني. بعض القلائل، اما صراحه كل شيء كان مع فئه السحر، فئه السحر وفئه المهم الاكله كانت سميتها ضباقي. كيفاش كتكون ضباقي؟ ما كتقليش مثلا هكا تشي كتقليش مثلا الدجاج بوحدو عاد كتسلقي، لا كديري كلشي مع بعضياته. يعني ساهل ضباقي، كدير هكا هادي على هادي على هادي وكيكون فيه حتى بطاطا، الرز مع بطاطا والدجاج. الاكلات تحترم لانه كل بلد وعندها الاكلات الخاصه فيها. كيف ما هما كيحترموا الاكل ديالي انا فاش كندير لهم طاجين، كندير لهم كسكسو، كندير لهم لحم البرقوق كياكلوه برحب بصدر رحب، فانا كذلك راح احترم الاكل ديالهم. والاكل ديالهم لذيذ الصراحه، هو الرز بالانواع ديالو ولكن لذيذ. كاين لك واحد البنت قالت لي شوفي حيت انا قلت لهم الاكله سميتها ضباط، قالت لي حماتي قالت لي واحد الوحده في التعليق، قالت لي راه صوبات لك الاكله ديال الضباقي بغات تقول لك ولدي والله ليك لا باقي. عرفتوا انا فاش قريت داك التعليق بقيت كنموت بالضحك والله هكا كتباتها. المهم راه غادي ندير لكم هكا سكرين ديال التعليقات هكا وغادي نطلعهم لكم، غتموتوا غير بالضحك. راه واحد الكميه ديال التعليق وكل واحد وكيلغي بالغير هو اش كيقول. انا يا البنات جيت باش نقول لكم اليوم انه نتوما عطيتوا الحكم ديالكم من واحد الزاويه نتوما كاع ما عارفين وكاع ما عايشين معايا. دونك انا عطيتكم واحد الصوره انها زوينه. علاش؟ لانه انا عايشه ديك الصوره زوينه.
انا وحماتي راه الله يحفظنا يا ربي، ما شاء الله ما شاء الله عليها، الله يخليها ليا يا ربي. واحد السيده طيبه 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 من اطيب خلق الله. غنقول لكم، شتي غير الوقفه اللي وقفات معي انا فاش كنت حامله وكنت مريضه، فاش داروا لي العمليه، هذيك راه تكفيني الدنيا وما فيها. عرفتي الدنيا وما فيها تكفيني، ان شي واخا دير معايا اللي داير دابا، قسما بالله العظيم ما نديش عليها، ما نديش عليها وهي ما شاء الله ما كدير حتى شي حاجه. والله راه واحد الانسانه راه طيبه طيبه، واحد ابعد الحدود بزاف. هادشي ديال السحر وهادشي ديال اللي كيدير داكشي الله يهديه، لانه داكشي راه عارفين انه شرك بالله. واللي عنده ديك المعتقدات هكا اللي ما زوينينش يحاول انه يبدل رايه، لانه راه الحياه ماشي كامله في واحد الجهه. كاينين الناس الزوينين وكاينين الناس الخايبين. كيف ما كتشوف هكا الناس زوينين، راه اكيد اكيد ومؤكد كتلقى مشى مع الناس الخايبين. وانا شحال من مره شحال من مره هكا كنشوف الناس الخايبين، ولكن الحمد لله ان سيدي ربي كيبعدهم من طريقي. كان يعني كتشوفيهم ديك المره الاولى الثانيه كتعرفيهم انه صافي ربي كيبين لك انهم العلامه ديالهم قبل ما يأذيوك، قبل ما حتى شي حاجه صافي ربي كيبعدهم، كيدير لك خير وكيبعدهم منك. فهاد الشيء هذا هو اللي كيوقع لي انايا. اما بالنسبه لحماتي، عرفتي داك اللي كيقول لي دار خير ورجع لي بوم زوين هي ديالها مسكينه، ماشي دارت خير انها جات لي غدا انا شاركتها معاهم عادي، حتى تصدقوا هكا بزاف ديال التعاليق. الحمد لله ان هي زعما ما واخا كتقرا التعاليق وداكشي ما يعني ما كتاخذش في قلبها، لان هي عارفه ان نيتها صافيه. وبالعكس هي راه كتضحك على داكشي وكتقول لك الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، والله يبدل زعما العقول هكا ديال الناس باش ما يبقاوش يفكروا نفس التفكير. لانه راه كيف ما كاينين الناس خايبين كيف ما كاينين الناس زوينين، وما يبقاوش الناس ياخذوا واحد الفكره على واحد الشخص وهما ما كيعرفوهش. هذه زعما حاجه زوينه انك تبدل رايك على واحد الشخص وانت اصلا ما كتعرفوش، كتاخذ عليه واحد الحكم مسبق وانت ما كتعرفوش. كيقول لك لا حقا ما تثقش فيه، وانا اللي عايشه معها 7 سنين وانا عايشه معاها. ماشي راه انا 7 سنين دابا، انا طالعه في 7 سنين وانا عايشه معاها. دونك راه ماشي راه حماتي، راه هذيك راه الام ديالي الثانيه، راه واحد الانسانه راه طيبه طيبه طيبه، الله يحفظها يا ربي والله يعطيها الصحه. بعدا واحد التعاليق ما عارفينش انه حماتي بحرينيه، بداو كيقولوا لي فين لقيتي حماتك، قولي لي حتى حنا نمشيو نقلبوا على حمات فحالها. واللي كتقول لي حماتك اكيد ماشي مغربيه. هاد النقطه هذه شوفوا، حتى البحرينيات فيهم وفيهم، المغربيات فيهم وفيهم. راه شوف غير ربي ومع من لاقاك، يعني ما تحكمش على انها ماشي مغربيه راها زوينه، او لا راها مغربيه راها خايبه. حتى في المغرب كاينين ما شاء الله هذوك الحماوات اللي ما شاء الله عليهم طيبه وخلق واخلاق وكتعامل اكثر من بنتها، وتقدر هي تدور في بنتها وتجي من جهتك، وتدور في ولدها وتجي من جهتك. راه ماشي بالضروره خاصها تكون مغربيه باش انها تكون خايبه. غير هو خديتو ديك الفكره ديال حمات راها خايبه، هذه غير فكره مخوده وصافي صراحه. زعما بالنسبه لي انا والله لا غير فكره مخوده وصافي. والناس اللي دعاو لي مع حماتي الله يحفظهم يا ربي، كنشكركم بزاف 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 لله يخطيكم عليا، والله يحفظكم من كل شر حتى نتوما. وهي الله يطول ليها في عمرها، وانتم الله يخليكم ليا والله يخليها ليا يا ربي يا ربي. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ما كايناش الثقه واخا تعيشي معها قد ما شنو قد ما زعما شحال ما عشتو ما ديريش الثقه وما كايناش الثقه. انا دايره فيها الثقه، والثقه العمياء ماشي غير الثقه العاديه، لانه انا عارفاها كي دايره وهي عارفاني كي دايره وكنعرفوا بعضياتنا. دونك شوفوا، الانسان ما كتعرفو حتى كتعاشره، وانا راه ماشي عاشرتها، انا هذيك راه عشيرتي وصاحبتي وحماتي وكل شيء فيها. شوفوا دابا باش كنقول لكم هادشي والله القاسم راه كاين اللي غير تقول لي نتيا كتكذبي. علاش؟ لان انا لاحظت انكم نتوما ما كتيقوش هاد الاشياء. علاش زعما؟ علاش ما واش كاين زعما شي هذه شي حاجه زعما كبيره؟ راه ماشي شي حاجه كبيره والله، حتى شي حاجه عاديه. انا عموت فاش كنحلف لكم هكا في الفيديوهات ديالي وفي طريقه الكلام ديالي، انا ما كنستعملش الحلف، لانه ما كنحلفش هكا. علاش غادي نحلف؟ ولكن دابا خليتوني كنهضر معكم بسميتو زعما راه من طالعه من الاعماق، يعني بلا ما نقول لكم لا كلمه الله لا، ربي شاهد عليا هادشي اللي كنقول فيه، ربي شاهد عليا. وشحال من مره هي كتجي مني انا وكتخلي ولدها تقول لي ترى هاي بنتي انا، انت مو ولدي انا بنتي هاي اوكي. والله القاسم كتقولي لي بحال هكا، تقولي انا ما علي منك هذه راها بنتي. وداكشي اللي كاين، انا راني بنتها. والله يخليها ليا يا ربي. عندي ماما الله يخليها ليا في المغرب، الله يطول صحيحتها يا ربي، بعيده عليا واكيد كنشتاق ليها وبلاصتها ما كتعوضها حتى شي حاجه.
الله يعطيها الصحه حتى ان شاء الله، الله ان شاء الله يا ربي ترزقني حتى نحقق لها ان شاء الله الاحلام ديالها. وعندي الام الثانيه اللي هي حماتي هنايا في البحرين، الله يخليهم ليا والله يخليكم انتم معز عليكم. انا البنات راهم باش نطول عليكم في هذا الفيديو بزاف، راه جيت غير فقط باش نوضح. ولاحظت ان زعما بقى داويه داويه داويه، قلت لهم ندير لكم فيديو هنايا في اليوتيوب نهضر معكم فيه هكا، زعما كندردش معكم فيه، لانه شحال ما هضرتش معكم الصراحه. وهذا مكان، هذا هو الموضوع اللي جيت نهضر فيه، هو على السحر. حماتي زعما تقدر تكون دارت لي مثلا شي سحر، او لا تقدر هكا تكون كتسحر ليا ولا شي حاجه، فهاد الشيء ما كاينش منه. وهاد الاشياء صراحه انا لاحظت، شوفوا حتى في المحيط ديالنا حنايا ما كنامنوش بهادشي، لا ماما ولا عائلتي ولا هنايا عائلة راجلي. كنلاحظ ان يعني حنايا ما عندناش هاد المعتقدات وهاد الاشياء، لانه حنا صراحه ما كنتلاقاوش مع ناس كيديروا بحال داكشي. فحنا ما كان ماشي ما كنامنش به. وراه السحر زعما هكا حق، والعين حتى هي حق. ماشي السحر حق، السحر زعما كاين، ولكن كنقول اللي بغاها سيدي ربي هي اللي غتكون. الانسان تيحسن راسو بالقران وبالادعيه وبالصلاه وبقراءه القران وبالاستماع للقران. كيطلقوا في الدار باش انه كيبقى يستمع ليه، والدار كيمشيو منها الشياطين وكيمشيو منها هكا بزاف المساوئ، وكتحمى من العين وكتحمي تا وليداتك وراجلك وكتحمي تا دارك وكتحمي تا نفسك نتيا. اما باش انك تمشي هكا الموضوع ديال السحر وداكشي صراحه انا ما كنامنش به. والله يديم خلق لي ربي اللي كيدير شي حاجه الله يهديه، لانه داكشي هذيك راه طريق خايبه ما منهاش. والحساب عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. شي الانسان اللي كيدير السحر الا ما لقاش لما لقاش الجزاء ديالو هنا في الدنيا، اكيد غادي يلقاه في الاخره. ربي يمهل ولا يهمل، يمهل فقط ولكن ما كيهملش. اكيد اللي دار شي حاجه غترجع ليه بالاضعاف والاضعاف والاضعاف والمضاعفه ديال داكشي اللي دار، يا كانت زوينه يا كانت خايبه. دونك نتايا عامل بالحسنه باش ترجع لك حسنات اضعافها، وحيد عليك السيئات باش تصير ربي يبعد عليك السيئات. وهذا مكان هذا مكان هو انكم قلت لي امي ما بقى يدير لينا قصص، عاوديهم نتيا بالصوت ديالك وقوليهم لينا هكا مباشره، حنا كيعجبنا صوتك. فزيدوا شجعوني، زيدوا شجعوني، وصيفطوا لي اللي عندها شي قصه صيفطها لي في انستغرام. كتبوها لي كتكون مقاده وداكشي، اولا غير فويس هكا لانه كتبه صراحه جات طويله. صيفطوها لي في انستغرام، غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا في الجنب، دخلوا ليه وهو تيك توك ديالي وصيفطوها لي. اوكي، تهلاو براسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، واخا انا يعني كثرت معكم الهضره غير حيت كنبغيكم وكنبغي ندردش معكم، داكشي علاش كنبقى نهضر بزاف نهضر بزاف نهضر بزاف. الى فيديو قادم بنات، ما تنساوش لايك وخليوا لي تعاليقكم بخصوص هذا الموضوع هذا ديال الحمات، وديال كيفاش هكا كتعامل معاك، وكل وحده تشارك معنا تشارك معنا هكا التجربه ديالها. المهم انا شاركت معكم التجربه ديالي، لانه زعما عطيتكم الراي ديالي انني انا كيفاش كنعيش مع حماتي وكيفاش هكا عايشين مع بعضياتنا وشنو الاشياء اللي بيناتنا وداكشي. فحتى نتوما عطيوني الاراء ديالكم، وكيف ما قلت لكم اللي عندها شي قصه البنات تكتبها ليا، قصه للعبره او للضحك او كتعطي مثلا معلومه ولا المهم اي قصه، اي قصه عندك كتبيها ليا. اوكي، باي، تهلاو براسكم، بيزوات، باي.